طب دكتور، يعني عودة بقى لموضوع حضارة الحبشة والنوبة نعم. وهذا الموضوع بقى. نعم. يعني ايه اصل الكلام اللي ظهر، وايه دلائل حضرتك ان لا الكلام ده مش مظبوط؟ وهنا بالنسبة ل ما يصل الينا عن طريق الغرب، مهم. يعني هل هي يعني اشياء يعني فيها الكثير من الخطأ؟ هل هو عن قصد، ولا هي استنتاجات خاطئة، ولا؟ والله شوفي، انا عايز اقول لك على حاجه. هي في الفتره الاخيره، مم. يعني يمكن من بعد حرب اكتوبر 73، ونشكرك على هذا السؤال الحقيقه، لا ده عن قصد. ما مم. قبل هذا يمكن ما كانش عن قصد مم. او تفخيم في المدرسه كان مجرد الفرنسيه. استنتاجات بتتحدى خاطئة. المدرسه الانجليزيه، بتتحدى المدرسه الالمانيه. مم. فكل واحد بيجتهد الى حد ما، واحنا طبعا كمدرسه مصريه، ودي نقطه مهمه عايزين نقولها، متى ستظهر المدرسه الاثريه المصريه للاثار؟ نحن ليس ضد الاجنبي، انت علمتني، ولو ما مم. لولا الاجنبي ما كنت فهمت انا حضارتي على الاقل في مم. اللغه وشامبليون. لكن جه الوقت بقى انا ارفع قبعه، انحني لك، اقول لك شكرا ايها الاجنبي، دع وأسهل أنا. المصري يظهر حضارته جدا بنفسه. المصري يظهر بقى. ودي برضو فكره، يعني او كان العماد الرئيسي في كتاب ترميم التاريخ. مم. انا مش ضدك ايها الاجنبي، مين قال؟ لا بالعكس، انا بحبك جدا، انت علمتني. ولا انكر ان التعليم فعلا في الحضاره المصريه اجنبي، مم. لان هم اللي اظهروا هذه الحضاره. لكن مش معنى انت اظهرت هذه الحضاره هفضل طول عمري عبد عندك واقول لك سمعا وطاعا. مم. لا يا اخي، ده احنا عندي رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام عليه كان الصلاة بيجيب والسلام. الصحابه ويشيرهم. مم. انت ما بتشيرنيش. ويوم ما بتعمل مؤتمر على مستوى اليونسكو ما بتشيرنيش. يوم ما انت يا ايتها المدرسه الفرنسيه من قيمه سنتين طلعتي لي مركب بتاعه الملك دين احد ملوك الاسره الاولى، وبتقولي لي وما زلت مستمره في كلمه ايه؟ مراكب الشمس. هذا كلمه خطا اساسا. مم. وانا باكر ان شاء الله عندي تصوير لايف في منطقه الاهرامات مع النيل الثقافيه لتوضيح هذه الامور، مم. وفي قلب الموقع يعني الحدث وهي هي الاهرام. مراكب الشمس اللي احنا بنقول عليها حاليا اللي هي ده مسمى موجودة، خطا. ده مسمى خطأ. طبعا مم. ده مسمى خطا. مم. وما اقدرش أصل هو الاستاذ المهندس كمال بيه كمان الملاح ملاح عندما اكتشف هذه اكتشفها. بتاع، اكتشفها بالصدفه طبعا، انه مم. ليس اثري. فمن الفرحه العارمه طبعا كاكتشاف عظيم زي ده اطلق عليها مركب الشمس. مم. لكن انا كمتخصص النهارده مش هقول عليها مركب الشمس، لا انا هقول عليها مركب الملك خوفو. مم. لان لو اتكلمت على مركب الشمس يبقى مش بتكلم عن الارض، بتكلم عن السماء ورحله السماويه. فلازم افرق ما بين المركب الارضيه والمركب السماويه، لان السماء ليها المحيط وهي الازلي. المدرسة الفرنسية بتقول إن دي مراكب دي لغايه النهارده، ولقوا مصريين بيقولوا عليها لغايه النهارده، مم. واحيانا في قنوات التلفزيون بسمع عليها مراكب الشمس. لكن دي برضو حاجه يعني مم. كويس ان حضرتك ذكرتيها لترميم، في مم. فكره ترميم التاريخ. لا، ندي المركب دي لصاحب او منشئ هذا المركب الفلان هذا وفلان. وبعدين حضرتك لو انا جبت للمركب بتاعت الملك خوفو هلاقي في اللي هي المركب الثانيه اللي الاستاذ الدكتور زاهي حواس بيرمم فيها بقاله سنتين. لان خوفو لقينا له مركبتين. كان في اتنين واحده بالظبط حضرتك، واحده اكتشفها كمال بيه الملاح، مم. والثانيه اشتغل فيها الدكتور زاهي حواس. المركب الثانيه دي هي اللي عليها خرطوش الملك خوفو، مش المركب المعروضه النهارده في الاهرامات للزياره السياحيه. لا، المركب الثانيه اللي هي لم تعد إلى لم الآن. تعد الى الان. مم. طب كل ما يتكتب عليها خرطوش الملك خوفو يبقى باني هذا البناء خوفو وليس له علاقه باسرائيل، انتهت القضيه. وهناك ايضا نقاط كثيره تثبت ان هرم مصري، معامل مصري، حتى الممرضه مصريه، حتى الطبيب او الطبيبه في مدينه العمال بناة الاهرامات مصريين. يعني انت حد يعني دكتور او الاستاذ احمد السنوسي، حضرتك في كتاب ترميم التاريخ تكلمت ايضا عن الاهرامات وما يدعيه اليهود من انهم بالظبط. بنيات الاهرامات. تمام. هل بقى هتوضح لنا يعني بالدليل انه لا المصريين هم بنيات الاهرامات؟ زي ما قلت لحضرتك قبل التسجيل ان انا تفكيري دايما باجي من الجذور. انا مش عايز الفرع ده، عشان انا عايز الجذر بتاعه طالع منين. لو فهمت الجذر ده من الاساس عشان اقدر اصل الى الفرع بمنتهى السهوله. النهارده تقولي لي اسرائيل، تقولي لي بني كنعان، طب هو مين اللي دخل المشكله دي في مصر؟ في طبعا انا مش عايز اقول غير في اثري محترم جدا اسمه بيتري، وهو اكتر واحد لعب في اكتشافات مصر، وهو اللي علمني عن ايه علم الحفائر، وانا مشكورا له. بس كان ليه اتجاهات يهودية
لان هو اساسا يهودي. فعندما زار منطقة الاهرامات وعمل فيها شوية ابحاث واكتشافات، فقال لك فقام لقى ايه اساسا؟ لقى عبارة عن بعض الالهة الكنعانية والالهة السورية. فقال لك دول كانوا العمال اللي بيبنوا هرم الملك خوفو. دي كانت البداية سنة 21. طبعا سنة 21 ما كانش في حاجة اسمها المدرسة المصرية الأثرية، حتى في 2013 ما فيش. لكن احنا خدنا كلام الأجنبي مصدق، او هو قالوا وخاصة بناء ان الانجليزي على الاصل والاحتلال الانجليزي، الانتداب، ثورة 3. كانت المجتمع المصري مش واخد باله من حضارته كيف بتتولد من اول وجديد لاعتبارات سياسية. النهارده 2013 انا بقول لا، احنا عايزين المدرسة المصرية نكون احنا متحدثين في المؤتمرات الدولية، مش اليونسكو اللي بتفرض عليا الرأي. متأسف، هناك علماء محبين لهذه الحضارة يا اخي، بس اسمعوا لو مرة واحدة أثري مصري لو سمحت، اسمعوا. إما اقتنعتش بكلامه خلاص. فأنا مش علشان اكتشفت من بعض من الآلهة الكنعانية والآلهة السورية في محيط منطقة الأهرامات يبقى ده دليل على إن دول بني إسرائيل. ثم يا سيدتي، هم بني إسرائيل أو كنعانيين مالهم ومال الدولة القديمة المصرية؟ ده عشان إحنا لو دخلنا في النصوص الأصلية هنيجي نلاقي هناك شيخ كبير وله مقبرة في المنيا اسمها مقبرة العبرانيين. طب هذا الشيخ الكبير الذي يتزوج من مصرية وهي أول مصرية في التاريخ، شوفي ربنا سبحانه وتعالى لازم يظهر الحقائق مهما كانت، وما خلق هذه الحياة والإنسان سدى أو عبثا. هذا الشيخ الجليل لو احنا جينا درسنا مقبرة العبرانيين وهما مقبرتين في منطقة المنيا، عايزين نشوف الشيخ الجليل ده مين، هنجد ان هو سيدنا إبراهيم وزيارته كريمة إلى مصر. عندما دخل إبراهيم مصر ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. يبقى إذن لا كان نزلت فيها ساعتها توراة ولا نزلت فيها إنجيل، وكان ماشي على الحنفية، وهي جذور الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فعندما دخل إبراهيم مصر كانت الأهرام مبنية من 500 سنة. ده في علم التاريخ، لأن أنا في التاريخ بتاعي مش مجرد بجيب موضوعات وبكتب نظري، لكن في جزء مكمل ليها اسمه التاريخ. انت بتبني كلامك على بس ده جزء منفصل عن كتاب ترميم التاريخ. نعم، التاريخ الحق البشري، لأن ربنا برضه سبحانه وتعالى ما ادانيش الأعداد في القرآن كده عبثا. يعني يجي يقول لي نوح سبحانه وتعالى عاش في قومه 950 سنة إلا 1000 سنة إلا 50. هنا أهل الفقه بيتخانقوا، طب قد إيه بعد الطوفان، قد إيه بالتليفون؟ لا، أنا ما بتخانقش على الحتة دي، أنا بقول إن هو عاش 950 سنة. كويس قوي. 950 سنة فيها حضارات إيه قابلها؟ لأن قال لك لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا. فين لم يتكلم عن منطقة معينة، هو اتكلم عن الأرض. إذا الأرض تشمل تجمعات، الأرض تشمل حضارات، ومن هذه الحضارات طبعا عاد الأولى، وأهلكنا عاد الأولى، القرية الساكنة البحر اللي انقلبت قردة الخاسئين، وهلم جرة. فإذا ما بمشي أنا بالتاريخ ده مع تسلسل التاريخ المصري اللي أنا عامله مع ترميم التاريخ، أجد إن أول أجنبي يدخل مصر وأول مصرية تتزوج من أجنبي بكلام موثق فهو كان سيدنا إبراهيم عليه السلام. وعندما زار عليه أفضل الصلاة والسلام مصر كانت الأهرامات مبنية بقالها أكثر من 500 سنة. يبقى كيف نتحدث إن بناه إسرائيل؟ كيف؟ وبالعكس أنا السؤال ده أنا ببعثه لليونسكو وجميع المؤرخين والتاريخيين، وبالذات في المعهد بتاع السويد، لأن في معهد في السويد اسمه معهد التاريخ البشري، ومتخصص في فترات الحروب، ومطلع بحث من كام سنة قريته ان الارض لم تشهد سلاما والكلام ده في 5000 عام. يعني انت بتقول هو 5000 عام، يعني اذا تاريخ البشريه مش من مليارات من السنين بقى. يعني هنا برضه تلاقي الاجنبي بيناقض نفسه. انا ماليش دعوه بعمر الكون قد ايه في علم الله، مليارات ملايين دي بتاعت ربنا، لكن انا تاريخي كانسان على الارض منذ ادم حتى يومنا هذا هنتكلم في الاف وليس ملايين من السنين. طبعا يعني ففكره الترميم طبعا هي بتيجي مثلا، يعني وهناك اثباتات اخرى ان بني اسرائيل ما لهاش علاقه بالهرم نهائي.